الاسماعيلي بيخسر من المقاولين العرب على ارضه ووسط جمهوره، والجمهور بينهار وبيحصل له حالات اغماء، وتقريبا كده الاسماعيلي هيهبط. الاسماعيلي في الاسبوع ال 13 في المركز الاخير، في المركز ال 18. يعني انا مش عارف اقول لك ان الاسماعيلي كسب غير مباراه واحده في 13 مباراه وتعادل 7 نقط. الاسماعيلي اللي كسب الدوري قبل كده في المركز الاخير. السنه اللي فاتت نجا من الهبوط بمعجزه، وكابتن ايهاب جلال عمل معجزه مع الاسماعيلي، وخلاص الاسماعيلي المفروض ان هو اتعلم الدرس. المفروض ان الاسماعيلي بعد ما كان هيهبط الموسم الماضي خلاص يبدا يشتغل الموسم الحالي، انه مش هقول لك ان هو يبقى في التوب 4 او بينافس على البطوله، على الاقل يبقى في منطقه منتصف الجدول، او على الاقل يبقى من التوب 10. مش هقول لك ان هو هينافس على البطوله، اكيد مش هتطلع من انك كنت بتصارع على الهبوط لانك تبقى في التوب 10 او في التوب تبقى في التوب 4، انك في مراكز المقدمه، بس على الاقل تبقى في التوب 10، على الاقل انك ما تصارعش على الهبوط من بدري. ده انت لسه في الاسبوع ال 13 وفي المركز الاخير برصيد 7 نقاط، يعني انت كسبت مباراه وحيده من اصل 13 مباراه. يعني انا مش عارف بجد والله العظيم، و4 تعادل و8 هزائم، يعني 8 هزائم في الاسماعيلي، اخرهم طبعا دلوقتي هزيمه الاسماعيلي امام المقاولين العرب في الاسماعيليه على ارضك وسط جمهورك، الجمهور اللي زي ما قلت لك بيحصل حالات اغماء، والله يكون في عون جمهور الاسماعيلي. انا كزملكاوي لا، انا عشت الحاله دي في الزمالك في العشريه السوداء في مرحله 2005 و2006. يعني انا افتكر انه في موسم 2009 2010 كان الزمالك في المركز ال 13 وكان وقتها الدوري 15 فريق. يعني انا افتكر وقتها الزمالك كان في المركز ال 13، وساعتها كان جمهور النادي الاهلي يقول لك لا لهبوط الزمالك. وجود لاعب واحد زي شيكابالا في الوقت ده وفي المرحله دي في الزمالك، مرحله المستشار جلال ابراهيم عليه رحمه الله، الفتره الانتقاليه بعد طبعا نزاعات ممدوح عباس ومرتضى منصور اللي لسه ما خلصناش منها حتى الان، لكن ما علينا. وجود لاعب واحد زي شيكابالا انتشل الزمالك من اللي بيحصل دلوقتي في الاسماعيلي. الزمالك زي ما قلت لك كده كان في المركز ال 13، لكنه في نفس الموسم فنش في المركز الثاني وصف للدوري، وكان بينافس الاهلي بسبب بس وجود لاعب زي شيكابالا. لاعب واحد لم الفرقه حواليه وقدر ان هو يضع الزمالك في المنافسه على بطوله الدوري وعلى بطولات كتيره بسبب وجود لاعب واحد بس زي شيكابالا. فاعتقد ان الاسماعيلي محتاج يجد ضلته في لاعب بقى يكون ابن من ابناء النادي، يكون عنده مسؤوليه تجاه جمهور الاسماعيلي ومحافظه الاسماعيليه، ويبدا ان هو يجمع اللعيبه حواليه ويبداوا ان هم، معلش مع احترامي للكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني، يعني 4 مباريات 3 خساره وتعادل وحيد. يعني انت بتسجل هدفين وبتستقبل 8. فين التكتيك؟ او مش عايز اكون قاسي برضو على كابتن احمد حسام، بس في النهايه وضع الاسماعيلي كده صعب. يعني وضع الاسماعيلي كده صعب زي ما قلت لك. الاسماعيلي السنه اللي فاتت يعني نجا من الهبوط بمعجزه، كابتن ايهاب جلال ربنا يبارك فيه نجا، يعني قدر ان هو ينتشل الاسماعيلي بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ان هو بدل ما كان هيهبط السنه اللي فاتت المفروض السنه دي ان هو يتعلم الدرس. مش هقول لك انك السنه دي يا عم بعد ما كنت بتصارع على الهبوط انك تبقى في التوب 4 او بتنافس على اللقب، على الاقل في التوب 10، على الاقل في مرحله منتصف الجدول. بعد ما كنت بتصارع على الهبوط لا، ابدا اطلع شويه. لكن السنه دي تبقى اول الهابطين رسميا في المركز ال 18، صعبه اقسم بالله على الاسماعيلي وعلى جمهور الاسماعيلي، الجمهور الكبير والمحافظه الكبيره اللي بيمثلها نادي زي نادي الاسماعيلي، برازيل العرب يا اخوانا، اول فريق كسب دوري ابطال افريقيا. الاسماعيلي اسم وقيمه وقامه كبيره، واتمنى بقى من وزاره الشباب والرياضه، واتمنى لو في حد يعني هيشوف فيديو العبد لله ده ان هو يناشد بقى وزاره الشباب والرياضه ويناشد المسؤولين في الدوله، زي ما في دعم للاهلي والزمالك والانديه الجماهيريه. الاسماعيلي نادي جماهيري، الاسماعيلي نادي بيمثل محافظه كبيره زي محافظه الاسماعيليه، فاعتقد انه دور الدوله او دور وزاره الشباب والرياضه المتمثل في دعم الاسماعيلي يحصل دعم للاسماعيلي. الاستاذ يحيى الكومي او ابراهيم الكومي مش متذكر اسمه انا اسف، يعني استقال، والمفروض انه الاستقاله اتقبلت. طب وبعدين وضع الاسماعيلي ايه؟ وضع اللعيبه اللي بتلعب ايه؟ اللعيبه محتاجه تطمن، اللعيبه ما بتقبضش بقى لها 6 7 شهور، اللعيبه ما اعرفش ما خدتش مقدمات عقودها للسنه اللي المفروض نلعب فيها دلوقتي الموسم الحالي، اللعيبه الجديده. طب اللعيبه دي مين اللي اختارها؟ واختارها على اي اساس؟ وجبت مدير فني. مشاكل كبيره في الاسماعيلي مش عايز اتطرق ليها، بس اللي اتمنى انه يحصل فعلا يكون في لاعب زي ما كان شيكابالا بيعمل مع الزمالك في الفتره اللي ما كانش فيها الزمالك عنده القدره على المنافسه بسبب المشاكل الخارجيه، ان يكون في لاعب دلوقتي في الاسماعيلي يقوم بنفس الدور اللي كان بيقوم بيه شيكابالا، نفس الدور اللي كان بيقوم بيه شيكابالا، اللي هو انك تجمع اللعيبه حواليك، انك تعرف اللعيبه قيمه تيشيرت نادي الاسماعيلي. انا زملكاوي، بس الاسماعيلي بالنسبه لي الفرقه الثانيه اللي بشجعها او الفرقه الثانيه اللي بحبها، بحب كره نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي حرام اللي بيحصل فيه ده بجد والله العظيم، حرام بجد. مش عايز اعيد وازيد واكرر في نفس الكلام، بس الاسماعيلي لازم اللعيبه دي تشوف مين اللعيب اللي فيهم اللي يقدر ان هو يجمع الفرقه.
مش عايز اقول اسماء عشان ما احطش المهمه على عاتق حد من اللعيبه، بس لا يعني اكيد في الاسماعيلي في ولاد النادي، يعني كل نادي فيه ولاد النادي، فاعتقد ان الاسماعيلي بقى ممكن يكون باهر المحمدي، ممكن يكون، مش عايز اقول اسماء، يعني انا مش هقول اسماء، بس لازم يكون في حد، يعني لازم يكون في حد يجمع اللعيبه، يعرف اللعيبه انه لا انت لازم تركز، انت نازل كل مباراه. هم الثلاث نقط، هم الثلاث نقط مفيش بديل عنهم. يعني اعتقد انه لازم كابتن حسني عبد ربه يرجع تاني للجهاز، او لازم كابتن حسني عبد ربه يكون موجود مع اللعيبه دي، لان كابتن حسني عبد ربه واحد من اللعيبه اللي عارفه قيمه تيشيرت نادي الاسماعيلي. يعني كابتن حسني عبد ربه واحد من اللعيبه اللي لازم يكون له دور الفتره الحاليه جوه نادي الاسماعيلي، سواء بقى في منصب اداري، سواء في الجهاز الفني، ايا كانت طريقه تسميه المنصب ايه، او ايا كان المنصب هو ايه، بس لازم كابتن حسني عبد ربه يتواجد، كابتن حمص، الناس اللي ليها او الناس اللي عارفه بمعنى اصح قيمه تيشيرت النادي الاسماعيلي، لان بصراحه حرام اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي. كل الدعم للنادي الاسماعيلي والاسماعيلاويه وجمهور الاسماعيلي، كل الدعم لمحافظه الاسماعيليه كامله، وان شاء الله الاسماعيلي تاني يرجع لمنصات التتويج، ويرجع تاني للاسماعيلي بتاع زمان اللي نعرفه، الاسماعيلي 2002 اللي كسب الدوري مع كابتن محسن صالح، يرجع تاني ان شاء الله. كل الدعم للاسماعيلي. ولو وصلت لنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم.